وأنا زرت يعني من حوالي 8 سنوات زرت إيران، وأيام الرئيس خاتمي، واستقبلني استقبال حافل، واستقبلني يعني كل المسؤولين وآيات الله العظمى في إيران استقبلوا استقبال حافلا وهائلا يعني حقيقة، ورحبوا به. ولكني قلت لهم شوفوا، أنا إذا أردنا أن يعني يكون هناك تقارب يعني حقيقي لا بد من أشياء. من هذه الأشياء أننا نمتنع عن الأشياء المثيرة التي لا يمكن أن نجتمع. من هذه الأشياء المثيرة أن تكفوا عن الكلام بأن القرآن ناقص، لأن هم عندهم أغلبية الشيعة يؤمنون بأن القرآن اللي موجود ده، المصحف ده كلام الله، مفيش كلام، وهم بيفسروه وبيحتجوا به في الفقه وفي العقائد وفي كل شيء. ولكن يقولون إن هذا القرآن ليس هو كل القرآن، المصحف ده لا يجمع القرآن كله. قالوا مصحف فاطمة كان ضعف هذا المصحف، وسورة الأحزاب كانت ضعف مش عارف إيه، وسورة الانشراح كان مش عارف إيه، وإلى آخره. يعني الكلام عن القرآن لا يقبل يعني، وبعضهم بيرفض هذا الكلام، وبعضهم عقيدة مقررة عندهم. فقلنا له إذا كنا يعني لازم نسكت عن القرآن، لازم نسكت عن أئمة السنة، البخاري ومسلم وأبو حنيفة والمالك وابن حنبل والبتاع، لازم يعني لا نسكت عنه. وأهم من هؤلاء أن نسكت عن سب الصحابة. كان الشيخ الغزالي رحمه الله لما قعد بعض الشيعة بيقولوا له إن سيدنا علي كان أحق بالخلافة من أبو بكر ومن عمر وبتاع، قال لهم يا جماعة سيدنا علي مات، وسيدنا أبو بكر مات، وسيدنا عمر مات، وانتهى، وأصبح هذا تاريخا، وأصبح اللي بيحكمنا الخواجات، الاستعمار هو اللي بيحكمنا مباشرة أو من وراء ستار. نيجي احنا نتكلم عن الأشياء، فقلنا لهم سب الصحابة، لأن هم عندهم يعني عقيدة في هذا، يتقربون إلى الله بلعن الصحابة. لا يمكن يسمي واحد منهم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة أو يعني. أيضا قلت لهم إنه لكي نتقارب لا ينبغي أن يبشر أحدنا بمذهبه في البلاد الخالصة للمذهب الآخر، البلاد الخالصة للمذهب الآخر. أنا ما أروح أبشر بالمذهب السني في قم أو في البلد الشيعي خالص، لا يجوز. قلت لهم أيضا لا يجوز إن نروح ننشر المذهب السني في مصر أو في السودان أو في الجزائر أو في البلاد دي، إنها بلاد سنية خالصة. قلت لهم ماذا تكسبون؟ تكسب فرد ولا 2 أو 10 أو 20 أو 100 أو 200 أو حتى 1000 أو 2000، ولكن ستخلق توترا ضد المذهب، ستجد البلد كله يعاديه. في السنوات الأخيرة اخترقوا مصر. أنا ألفت كتابا منذ 2 وشوية كده اسمه تاريخنا المفترى عليه. هذا الكتاب وجدت من يرد عليه. من عدة أشهر جاءني أحد الإخوة وقال لي هل رأيت هذا الكتاب؟ قلت لا أي كتاب هذا؟ فإذا بي أقرأ كتابا اسمه القرضاوي وكيل الله أم وكيل بني أمية. يعني قلت الله ده رد على كتابي تاريخنا المفترى عليه، وظننت أنه واحد من إيران أو من العراق أو من لبنان، وإذا بي أجد في آخر الكتاب يقول مصر المنصورة، تليفون كذا وإيميل كذا ومش عارف إيه. المنصورة مصر وفيها شيعي يصل إلى حد أن يرد على يوسف القرضاوي. قلت للأخ سكرتيري اتصل بالمنصورة اسأل لنا عن المصيبة دي، فاتصل فقالوا له نعم هذا أحد الإخوة تشيع وأصبح يتردد ما بين مصر وطهران ما بين الحين والحين. فأنا أيها الإخوة أنا أدعو إلى التقريب بين المذاهب
وأؤيد حزب الله في مقاومته، ولكني لا أقبل أبدا أن يكون سببا هذا في اختراق البلاد السنية، لأن هذا إذا فتح له الباب سيحدث فتنة وحريقا يأكل الأخضر واليابس. احنا المصريين لا نعرف هذه الأمر، مصر بلد سني وعمرنا ما عرفنا الخلاف، ده حنفي ده شافعي ده مالكي، ما هذا كلها مذاهب سنية. إنما الخلاف الذي يجري الآن في العراق، المذابح والمجازر اليومية بين السنة والشيعة، هذا ممكن أن يحدث لو استمر هذا الأمر وحدث نوع من التبشير بالمذهب واستلاء بعض الناس، سيقف الآخرون ضده وتقوم فتن وتقوم يعني مجازر لا تنتهي. ولذلك أنا أقول يجب أن نكون على يقظة.